من وجهة نظري دي أقوى تشكيلة ممكن يبدأ بها الأهلي الموسم الجديد، تشكيلة هجومية مرعبة تقدر تنافس على دوري أبطال أفريقيا مش مجرد دوري محلي. في حراسة المرمى الأقرب هو محمد الشناوي، لكن مصطفى شوبير بيقدم مستوى ممتاز، ولو كمل بنفس الأداء هنشوفه قريب في التشكيلة الأساسية. خط الدفاع عمر كمال في اليمين ومحمد شكري في الشمال، وفي القلب ياسين مرعي، والأقرب جنبه هو ياسر إبراهيم. لكن من وجهة نظري بيكهام يستحق يبدأ لأنه ممتاز بالخروج بالكورة، وده مهم جدا في أسلوب ريفيرو. خط الوسط اليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور، بس لو إمام مش جاهز من أول الموسم ممكن تريزيجيه يبدأ مكانه، وساعتها بن شرقي ياخد الجناح الشمال. الأجنحة الهجومية زيزو في اليمين وتريزيجيه في الشمال أو بن شرقي حسب جاهزية إمام عاشور، والمهاجم الأساسي محمد شريف لو رجع لفورمته هو الأفضل لقيادة الهجوم. دي من وجهة نظر التشكيلة الأقوى، بس أكيد الآراء هتختلف. قول رأيك في الكومنتات، مين تضيف ومين تستبعد، وتابعونا لكل جديد من قلب الأهلي، وما تنساش تدعمنا بلايك وشير لو شايف إن التشكيلة دي تستاهل، وتابعونا دايما لكل جديد.